يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم. نورتوا مطبخي، مطبخ اليف شام. اليوم رح نحضر سوا حلا المحلاية، لكن بطريقة سهلة وسريعة. خليكم معي لنشوف النتيجة. وبالمناسبة أنا ما عرفتكم عن حالي، أنا أم لطفلين سورية، عمري 26 سنة، مقيمة في سوريا. كنت مغتربة في تركيا من 10 سنوات، ولكن الحمد لله رب العالمين أكرم علينا ورجعنا لبلدنا بعد سنوات من الغربة. واليوم أنا بمحتواي هاد حابة أشارك معكم الحلويات التركية والثقافة التركية بمزيج مع مطبخنا العربي. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ويلا نقول بسم الله. معي 4 علب من الحليب كاملة الدسم، كل علبة فيها نصف لتر، وأنا بستخدم لكل لتر حليب من 4 ل 5 معالق نشا و3 فناجين سكر. طبعا السكر بيرجع حسب الرغبة. أول شي ضفنا الحليب، ونضيف النشا والسكر ومنخلطهم على البارد. وبعد هاي المرحلة نستمر بالتحريك لبين ما تغلي. طبعا نحن عم نطبخ ونحن عم نشتغل، ما ننسى ذكر الله والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كرمال نكسب حسنات سوا مو أكتر. وبس تبدأ تغلي عنا المحلاية منضيف معلقة صغيرة من الفانيليا ونستمر بالتحريك. وآخر الشي منضيف اللمسة الشامية اللي هي المستكة. هذا المكون نسيت خبركم عليه بأول الفيديو، تعطيه قوام لذيذ ونكهة لذيذة. أنا طحنتها مع السكر وضفت عليها. وبهي المرحلة بنطفي على المحلاية ونسكبها على زبادي بشكل متساوي، ونتركها على جنب لحتى تبرد. وبعدها بننتقل لمرحلة التزيين، وهون كل حدا ورغبته والمتواجد عنده بالبيت. بالنهاية هي محلاية مختصرة وسريعة، وفيها ألف عافية على قلبنا وقلبكم يا رب. وهيك بتكون انتهت وصفتنا لليوم، وانتهت بهذا الشكل المرتب والجميل. نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم بحلا تركي مميز. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. بأمان الله.